السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أعزائي المستمعين والمستمعات. بجد النهاردة حلقة دسمة، يعني إيه هنتكلم فيها عن الصحاب وتأثيرهم علينا، وإزاي يعني نقدر نفلتر صحابنا، نعرف مين فيهم الصحاب بجد أو لأ. ده طبعا هتعرفوه من الحكاوي اللي احنا هنحكيها عن علاقاتنا الشخصية في حياتنا عموما. أهلا بيك يا هشام. حبيبي عاش، اهلا بيك. انا حاسس ان احنا دي مقدمه في حلقه تلفزيون. حصل عشان تعرف بس ان انا عندي يعني المؤهلات. طبعا انا راجل انفع. طبعا يا حبيبي، اتفضل. قول لنا بقى معلم، ايه الصحاب في حياتك؟ يمثلوا لك ايه يعني؟ مهمين ولا انا بتكلم عن نفسي؟ يعني انا بتكلم عني انا بس كصاحب، يعني عنك بالنسبه لك. المهم يعني قبل ما نتكلم في الموضوع، يعني برضو الناس زي ما بقول كل حلقه، انا حابب برضو اشكر الناس كلها اللي بتدعمنا يعني في الصفحه واللي تعبت نفسها وده دست سبسكرايب. واحنا لسه برضو مستنيين نفس الكومنتات اللي نسألهم كل مرة، يسيبوا لنا كومنت ايه رأيهم في اللي احنا بنقوله. برضو احنا يهمنا طبعا رأي الناس ويشاركونا بآرائهم، اكيد هم هيعملوا ده. وفعلا يعني انا حابب برضو اقول للناس اللي بتسمعنا، احنا يعني موضوع الحلقة ده جاء صدفة. احنا كنا قاعدين بنتكلم out of nowhere، لقينا نفسنا بنتكلم في القصة دي، وحسينا ان احنا فعلا محتاجين نعمل حلقة عليها، واحنا محتاجين نتكلم على الصحاب وايه انواع الناس، وايه يعني ازاي ما نبقاش بنحكم على الناس، وازاي تحكم على الناس صح، ونبعد من حتة الجادجمنتال دي. في ساعات ممكن تاخد قرار على حد يطلع غلط وممكن يطلع صح، وازاي امتى اصلا تاخد القرار ده. نرجع للسؤال اللي انت سألته لي تاني لما تيجي تقول لي الصحاب. الصحاب طبعا حاجة مهمة جدا في الحياة، يعني ما اعتقدش ان حد يقدر يعيش حياته من غير صاحب واحد على الأقل. والصحاب دايما بيكونوا مراحل في حياة الإنسان. يعني انت هتلاقي نفسك عندك صحاب من المدرسة، تخش الكلية عندك صحاب، تطلع من الكلية بيبقى عندك صحاب بالشغل، فبتبقى مراحل، وكل مرحلة زي ما احنا قلنا يعني انت دايما بتلاقي شخصيتك اتغيرت ما بين يعني انا كهشام شخصيتي اتغيرت من ان انا كنت في المدرسة للكلية لبعد الكلية، بتتعلم حاجات، بتشوف حاجات، فدي اصلا كمان بتغير في شخصيتك ذات نفسك يعني. حلو جدا. فانت لما تيجي تقول لي صحاب، طبعا الصحاب حاجة مهمة جدا، ما نقدرش نستغنى عنهم، بس هي الفكرة كلها ازاي معنى صح ان هو انت تبقى عارف مين الصاحب اللي هو يتقال عليه صاحب بجد. عشان احنا الايام دي بقت خلطبيطة، بقت سلطة، فاهم؟ فناس كتيرة قوي عشان مش بتعرف تميز الجروب اللي انت فيه ده او الشخصيات اللي انت بتقابلها كل يوم، دول صحابك ولا معارف ولا صحاب شغل ولا صحاب قعدة قهوة ولا ايه. ففي ناس كتيرة بتتأذى جامد من الموضوع ده، بيجي لها فعلا تروما من القصة دي. فده السبب اللي خلانا برضو نتكلم في الموضوع ده. وبس يعني ده رأيي عن الصحاب، يعني ده رأيي عن الموضوع نفسه كله. انت لازم تبقى عارف كويس قوي الدايرة اللي حواليك، مين فيهم صاحبك، ومين ممكن تقول عليه صاحبك بجد، ومين ممكن تقول عليه ده معرفة، ومين تقول عليه ده صاحب قهوة، ده بس صاحب احنا بننزل مع بعض اللي هو ايه بنقضي شوية وقت حلو يعني. ومين لما بتقع في مشكلة ولا بيبقى عندك اي حاجة حصلت لك، موقف حصل لك، مين اللي هترفع عليه سماعة التليفون وفعلا هجيلك. طب ده اعتقد ان هو ياخدنا لسؤال، ازاي احط ايدي على الصفات
اللي تخليني اعرف هل ده فعلا الصاحب اللي الجا له في وقت مشكله او وقت محتاج الاقيه، ولا هو صاحب قهوه، ولا هو معرفه، ولا يعني ازاي احدد الكلام ده كله؟ بص، هو مش هكذب عليك، هو سؤال صعب، وفي ناس بتعرف تعملها، وفي ناس بتعرف تعمل الموضوع ده، وفي ناس بتعرفش تعمل الموضوع ده. وده مش قصدي حاجه بالكلام، بس هو بترجع للماتيوريتي بتاعت الشخص ده. هو ناضج قد ايه، او بيعرف يقرا اللي قدامه قد ايه، او يعني يعرف يقرا الشخصيات اللي قدامه يعني لاي حد، يعني to what extent زي ما بيقولوا يعني. ف انا عن يعني بوجهة نظري، انا دايما ببقى ميال اكتر للشخصيه بكلامها او يعني انت احنا الكونكشن لما تقعد مع حد ونقعد نقعد نتكلم بيوصل لك كده زي ايه فايبز من الشخص ده، او إيحاءات. مش إيحاءات قوي يعني، بس مع الوقت بتبقى عارف مين الشخص الكويس ومين المش كويس، وطريقة الكلام دي بتبقى نابعة من شخص عامل ازاي، فاهم؟ ومع الوقت، مع شوية كده مواقف صغيرة، تبدأ تعرف تفرق مين اللي فعلا لو انت محتاج مثلا تاخد رأي واحد هتلجأ لمين، محتاج مساعدة من شخص هتلجأ لمين، وهتعرف ان هو مش هيردك، مش هيصدك. وهنا هتبدأ لو قدرت توصل للحتة دي، هتبدأ تعرف تشكل مين فين، يعني مين من الدايرة اللي انا حواليها دي، مين فعلا صاحبي او صديقي الصدوق، يعني اللي هو انا فعلا لو احتجت له حاجة هعرف اطلبها منه، ومين اللي احنا بنقضي وقت لطيف، يعني احنا نازلين، احنا يا دوبك احنا على قد القعده الحلوه وطيبه، فاهم؟ ايه مش هتعرف تطلب منه حاجه بالظبط. بس فعشان كده بقول لك انك انت تعرف اصلا توصل للقصه دي وتقرا اللي قدامك كويس قوي، دي في حد ذاتها صعبه، يعني مش حاجه سهله. يعني في ناس كتير قوي ما بتعرفش تعمل ده، وبتتصدم صدمه حياتها في الناس اللي حواليها، اللي هو يجي ممكن واحد يبقى عارفه طول حياته ويجي يقول لك ده ايه ده لما طلبت منه حاجه او لما عوزت منه الشيء الفلاني ما وقفش جنبي. هو انت يا حبيبي ده حقيقه، بس هو انت عشان ما عرفتش تقرا الشخص ده كويس. ممكن تكون انت بالنسبه لك ده صاحبك قوي، وهو عادي، احنا اصحاب بس اللي هو لا يعني هو في ليميت، يعني احنا على لغايه هنا وستوب، فاهم؟ يعني العشم ما ياخدكش زي ما بنقول يعني. بس فده دي من وجهه نظري في الحته دي يعني. يعني انا برضو شويه بحس ان انت لازم تعذر برضو الشخص اللي بيبقى معاك لحد ليميت معين. يعني ممكن يكون ده راجع لتكوين شخصيته نفسها، تمام؟ طبعا الشخصيه ليها محددات، يعني شخصيته دي علشان تعرف هي ايه، وهل الليميت ده مظبوط ولا حاجه مصطنعه ولا ايه، كل ده بيبقى ليه محددات معينه ومعايير معينه هي اللي بتبني شخصيته على هذا الاساس. فساعات بعذره، يعني ساعات بعذر الشخص اللي ممكن يبان ان هو مش بيساعد. بس بصراحه يعني انا يمكن الحلقه دي مش معموله علشان ده، او مش ده الهدف الاساسي من الحلقه. عارف ايه الهدف الاساسي من الحلقه؟ الهدف الاساسي من الحلقه، او اللي خلانا نفكر بالنسبه لي يعني من ناحيتي، اللي خلانا نفكر في التوبيك ده معاك، ان انا عايز اقول للناس ان في صاحب مؤذي وفي صاحب عادي، ايا كان شكل علاقتك بيه ايه، فهي عادي تعدي. اكيد طبعا، فاهم؟ يعني كون ان واحد امتنع عن مساعدتك مش دي المشكله، لكن في ناس بتأذي هشام بالماسك، وهي لابسه الماسك بتاع ان انا صاحبك. بص يا فندم، وده اللي لازم نبعد عنه. جميل، هو ده اللي احنا ان انا كنت لسه جاي لك واقوله لك. ان واحد ما يساعدكش ده مش لازم، يعني زي ما انا قلت في الاول، مش هتقدر تحكم عليه هو الشخص ده وحش ولا حلو. ممكن هو فعلا مش قادر يساعدك في اللي انت بتطلبه ده،
وعشان كده ما ينفعش تحكم بالموقف من المواقف، بس في مؤشرات بتبقى يعني لو انت الناس دي او الشخص او الدايره دي انت بتنزل معاهم كل يوم، بيبقى في مؤشرات من كل شخص بتبدا تديك هنت مين الكويس ومين الوحش، مين اللي هيساعدني ومين مش هيساعدني. فانت في ناس مش بتعرف، مش بتشوف المؤشرات دي كويس قوي، مش بتشوف الفلاج اللي طالع ده من الشخص ده، الكلام هو بيتكلم ازاي، الطريقه، الكلمه اللي اترمت هنا، يعني فاهم انا عايز اقول لك ايه. طب هقول لك على حاجه، ايه الريد فلاجز اللي المفروض ندور عليها من الاخر كده عشان نبقى ايه على بلاط؟ مش فكره بتدور عليها، بس دي بتبقى باينه قوي في جروب انت قاعد معاه كل يوم، من الطريقه نفسها، من طريقه الحديث، فاهم؟ لو انت بقى بتتكلم بقى في شغل، بتتكلم في حياه عامه، الرد عامه من شخص بيديك مؤشرات هو يعني ايه اللي جواه او ايه نيته، او هل هو بيساعدك او هل هو بيزوقك لقدام او هل هو بيزوقك لورا. فاهم قصدي؟ يعني انت لما بتتكلم لو حطيناها مثلا في دايره شغل او انك تتعلم حاجه او انك ليك طموح في حاجه، الناس دايما بتبقى متقسمه ل3 حاجات. في اللي هيزوقك قوي ويشجعك، وفي اللي هيبقى حيادي يعني ولا هيحبطك ولا هيشجعك، وفي اللي هتلاقيه بيتريق عليك ويحبطك ودايما زي ما عندنا كده بتقول بيكسر في مقاديفك. فانت بالاشاره كده يعني بيديك فلاج لازم تشوفه من رد فعله، فاهم؟ يعني انت هل هو متاثر باللي انت بتعمله ولا لا؟ بالظبط. يعني انت هتلاقي الشخصيه اللي فعلا بتتمنى لك الخير او اللي هو بيشجعك او الصاحب فعلا كويس، هيبدا يتناقش معاك ونقاش مفيد حلو. انت عايز تعمل الشيء الفلاني، طب انت هتعمله ازاي؟ هتعمل ايه؟ طب ازاي توصل هنا؟ فانت هتحس ان فعلا الشخص ده بيسمع، فاهم؟ فانت اداك اشاره كويسه، لا ده فعلا بيسمع، حتى لو هو مش لازم يفيدك في حاجه، يعني مش لازم تطلع منه بافاده، بس كون ان هو يسمع ويدردش معاك ويسالك اسئله تخليك تبص في حته او في كورنر انت ما عمرك ممكن تكون انت تفكيرك ما جابوش ساعتها، ده فادك. ده حقيقي، فاهم؟ وبرضو اللي بيسمعك ولا منه احبطك ولا منه شجعك، ده فادك برضو. ما قتلنيش، هو ما قتلكش بالظبط، هو سيرك في الحديث بغض النظر بقى هو قناعته ايه، بس كان هو مستمع جيد يعني. بالظبط. اما الشخص اللي بيحبطك هتلاقيه دايما بيديك الإجابة من جانب اللي هو جانب سلبي أيا كان في سلبية في الكلام. في بقى شخصية رابعة انت ما جبتش سيرة عنها، الشخصية المقارنة بقى. يعني الشخص اللي تروح تقول له على أي حاجة دايما تلاقيه سبقك، دايما تلاقيه ناطط قدامك، اللي هو عارف، فكرتني بحكاية صاحبي فلان الفلاني. فاكر عادل إمام في الفيلم بتاع الفيلم اللي كان طالع فيه بيحب ميرفت أمين وعايز يوصل لها، وسمير صبري صاحبه. لما انت مش هتلاقيني في الافلام، انت مش بغض النظر يعني، بس هو هتلاقي دايما في شخص بقى دايما بيقارن اي حاجه انت عايز تعملها، شخص هرقل يعني، شخص اسد، لا ايه ده اللي هو مفيش حاجه في الكوكب هو ما جربهاش، تمام؟ فدايما لما بتيجي ترميله انا بفكر في كذا، لا هو سبقك، هو عملها. انا اوريدي فكرت فيها. فكرت ايه ده؟ انا فكرت فيها، ده انا عملتها، ده انا نفذتها، ده انا نجحت، ده انا ماشي فيها دلوقتي. وممكن يعلي بقى، ولو هو ما يعرفهاش تلاقيه راح دخلها قبلك يعني، فاهم؟ انا عايز افتح محل، تلاقيه فتح محل. طب ايه انت بتثبت لنفسك ولا بتثبت لي ايه؟ مش فاهم، تمام؟ انا عايز اخش في الغنى، انا بغني من زمان على فكره كده، فاهم؟ عايز العب كوره، ايه ده؟ انا كنت بلعب كوره واتكسرت. طب هو ده نفسه. طب انا عايز اعمل اي حاجه انت ما بتعملهاش يعني، اي حاجه انت ما عدتش بيها قول لي عليها عشان اروح اعملها والنبي. ما هو ده برضو هيخش في الجانب السلبي، فاهم؟ اكيد يعني هو برضو هيكون بيحبطك بطريقه او باخرى. فهمت قصدي؟ ان هو انا اوريدي عملت ده، خلي بالك ما تعملوش هتفشل.
انت قفلتها في وشي ليه من وانا لسه بشوف حلها ايه. فهو برضو سلبي. وبرضو يعني مش هروح اللي احنا بنقوله ده مهم قوي، بس يعني هرجع للنقطة. عشان كده احنا كنا قلنا في الكلام ده في حلقة قبل كده، في دايرة صحاب هتقدمك لقدام غصب عنك، هتبقى انت وسط الناس دي هتزقك لقدام. الصاحب ساحب يا ابني بطريقة او باخرى. الرسول قالها تمام عليه الصلاة والسلام. فلينظر احدكم من يخالل. تمام. الخليل حاجة من اتنين، يا يسحبك لقدام يا يسحبك لورا، هو ما فيه يعني ما لاش حل تالت. هو دي سبب الحلقة. وفي ناس بتبقى في دايرة توكسيك ليها، هي هو مش شايف ده. ايوه بس دي غير محددة يعني، برضه عشان انا هختلف معاك فيها. ان هو في دايرة توكسيك او الناس اللي فيها توكسيك، ده مش معناها ان هم صحاب وحشين. لكن مثلا يعني خلينا ناخد الحديث على حاجة شخصية. تمام. انت ممكن تبقى مع ناس بتحبهم وبيحبوك وكل حاجة، بس في ليميت معين ما ينفعش تعديه. ما ينفعش تعيش معاهم مثلا. انت لو عايش معاهم مش هتتقدم خطوة. ما ينفعش تاخد قراراتك بناء على آرائهم الشخصية، لان هم مش هيفيدوك. هم ناس كويسة وهم صحاب كويسين جدا ويتشالوا فوق الراس وكل حاجة، بس حقيقي مش منتجين. لا منتجين ولا الانفايرمنت اللي بتنشأ حواليهم منتجة. بالظبط. ما هو انا بتكلم فيه. انت لو شخص طموح، او حتى لو الناس دي صحابك كويس قوي، هتبقى عامل وقت. يعني في وقت انا مش هقطع معاكم، بس انا هنزل معاكم، بس هتلاقي نفسك بتدور على دايرة تانية تزقك لقدام. بالظبط. عشان وفي ناس مش بتشوف ده يعني، فاهم؟ ايوه. انت ممكن تلاقي واحد ناجح قوي، او عنده المقومات ان هو يبقى ناجح، كل البوتنشلز ان الواد ده لو بس طلع كده يعني هيعمل بومينج ابن كلب. بالظبط. بس هو مش شايف ان الدايره اللي هو فيها دي جايباه لورا، او مرجعاه 3 خطوات لورا. ما قلتش ان الناس دي وحشه، بس هم اذينه يعني، في اذى جاي من الناس دي، اذى غير مباشر فعلا، فاهم؟ وبرضه لو جيت يعني مش عايز برضه اطلع من الموضوع. الطاقه اللي انت بتاخدها من الناس يا جماعه مهمه جدا. يعني في ناس بتشع طاقه نيجاتيف انرجي، طاقه سلبيه بطريقه غير طبيعيه، انت ممكن تقول مش حاسس بده. طب عارف ده بيحصل ليه؟ تخيل. لا قول. هقول لك. الشخص دايما افكاره هي اللي بتسوق. وللاسف يعني في الباراسايكولوجي، تمام، في نظريه بتقول ان الكون بكل مخلوقاته مربوطه ببعض بشبكه عصبيه. تمام. يعني كأن العالم ده كله عباره ما بينه وما بين بعض شويه اعصاب. تمام. الكائنات الحيه اللي ماشيه، شويه الاشجار، الجماد، الكوكب اللي بيلف، الكواكب التانية، النجوم والشمس، كل ده في دايره عصبيه او في شبكه عصبيه واحده. لما حته فيه، خلينا نمثل ان الطاقه اللي بتشع من كل كائن فيه لونين، لون احمر كطاقه سلبيه، ولون ازرق كطاقه ايجابيه، خليها وطبعا اخضر، ايا كان. المهم ان هم لونين مختلفين. تمام. دايما كل لون ليه درجه حراره. تمام. فالاحمر درجه حرارته عاليه جدا، هتلاقيه بياخد يعني نور في وسط ضلمه. ايه اللي هيحصل؟ هتلاقي النور هنا في البقره في المركز نور قوي جدا، بس النور ده منتشر يا هشام. يعني النور ده بيبقى دايما منتشر، مغطي مساحه معينه، فكل اللي قريبين من النور بينوروا ده، حتى لو النور خافت، يعني حتى لو النور ده قليل. فبالتالي كل واحد فينا بيفكر في فكره معينه ليها تاثير ايجابي او سلبي، هي بتنطح على اللي حواليه. من الاخر كده بتلاقيها في ريفليكشن رايح للشخص اللي جنبه. تمام. فانت تخيل انا دلوقتي مثلا عايز اذاكر، انا شخص عايز اذاكر، فالمذاكره حاجه ايجابيه،
بالنسبه لفعل المذاكره او بالنسبه للفعل بتاع النجاح، لان انا عندي امتحان وقاعد مع شخص تاني هو كل فكره ان هو يلعب بلاي ستيشن، تمام؟ هو دلوقتي عايز يلعب بلاي ستيشن، الفكرتين عمالين بيخبطوا في بعض، دايما تاثير السلبي اكبر من الايجابي على فكره، تمام؟ يعني دايما هتلاقي اللي عايز يلعب بلاي ستيشن قادر ان هو ياثر على اللي عايز يذاكر وبيخليه يلعب بلاي ستيشن، تمام؟ قيس على ده بقى كل حاجه في حياتك. انا راجل بشتغل شغلانه وعايز اعمل مصدر دخل تاني، فبحاول ان انا افكر في بروجكت، في مشروع معين عايز اعمله، تمام؟ فلما اجي اسال في واحد معين هو دماغه ما فيهوش غير انها انا رجعت من شغلي عايز انتخ، تمام؟ فاي حاجه انت بتحاول تعملها تخرجه بره الانتخه هو مش هيقبل بيها، فبيورط لك بافعاله وبافكاره ان هو سيبني انتخ معايا، او بردوده كمان. انا بقول لك افعاله مش ردوده، لا ده ممكن افعاله كمان. يعني مثلا انت عايز تنزل الجيم وهو عايز ينام، انت مستنيه يقوم ينزل الجيم، لو انت استنيته مش هتنزل الجيم، صح؟ مش هينزل، هو خلاص هينتخ. انا مثلا لما بتمسكني الفره بتاعت التلفزيون بتاعت الموفيز بقى والكلام ده كله، خلاص انت عايز تنزل الجيم، لو قعدت جنبي انا مستنيك تقوم تشيلني اصلا، يعني انا مستنيك تشيلني، لو شلتني هنزل الجيم، ما شلتنيش هتقعد جنبي يا تسيبني وتمشي، فاهمني؟ لازم يكون الشخص اللي انت قاعد معاه برودكتيف على قد ما يعني لازم يكون في برودكتيفيتي طالعه من الكائن اللي انت قاعد معاه، بتشاركه حياتك علشان تبقى شخص بيتقدم لقدام. على فكره الموضوع ده مش في الصحاب بس يا شيخ، ده في كل حاجه، الموضوع ده في كل حاجه. الاهل كده، الاهل دول بما فيهم لما ربنا يكرمك ويرزقك ويكرمني ويرزقني ونتجوز، انت ممكن تتجوز واحده بتكون هي، عشان كده بيقول لك وراء كل عظيم امراه، ليه؟ لان هي الشخص اللي انت هتعيش معاه حياتك، لو هي مش برودكتيف والله ما هتعمل حاجه في حياتك، او حتى بوزيتيف، ما لو مش بوزيتيف، لو مش بتشجعك مش هتعمل حاجه في حياتك فعلا، تمام؟ لو هي بتدور على الكريدت كارد اللي هتروح بيها تعمل شوبينج، انت هتعيش حياتك عبد للشوبينج اللي هي بتعمله. لكن لو هي بتدور ازاي تخلي مستواك الاجتماعي يعلى، انت هتلاقي نفسك معاك دكتوراه PhD في حاجه، برضه هتاخد الكريدت كارد برضه، مش هي كده هتاخد الكريدت كارد، ما فيش نقاش، تمام؟ بس لو بتفكر تاخد وتدي خلاص خدي الكريدت كارد عادي، بس قصاد الكريدت كارد شجعيني ان انا ابقى حاصل على PhD في مجال معين. طب حلو قوي، واعمل بيزنس خليني طيب بدون قطع كلامك برضه عشان ما نطولش على الناس. لا طول عليهم، هم مستمتعين بالحلقه دي اكيد، وهيعملوا لايك وسبسكرايب وهيحطوا كومنت بايه الحلقه الجايه اللي هم مستنيينها ورايهم ايه في الحلقه دي، واللي مش هيحط هجيبك عارفك بتاع 5 تالت زي ما بقول لك في كل حلقه. اكيد طبعا. طيب ازاي ممكن واحد يبدا يفلتر بقى الكلام ده كله؟ ازاي ممكن يعرف الشخص ده او الصاحب ده صاحب ولا صاحب قعده حلوه؟ يعني ازاي يعني يبدا يعرفها ازاي من وجهه نظرك؟ يا عبد سلام، والله بص هقول لك على حاجه، والموضوع ده كبير قوي قوي، يعني الموضوع ده انا فاهم، احنا ممكن نقعد نتكلم في القصه دي 5 حلقات يعني بالظبط. فانا هحاول اختصر على قد ما اقدر واوضح ده. يعني بص، اول حاجه لازم تعرفها هو انك تعرف الشخصيه الاول، يعني ازاي تحدد الشخصيه اللي قدامك دي من سلوكها نمطها ايه، تمام؟ فهنيجي كده ايه نقول ان الشخصيات 4 شخصيات ما لهمش خامس ومش 3. تمام جميل. الشخصيات عباره عن شخصيه الاولى، الشخصيه الاولى هي الشخصيه المتحكمه، دايما ديمونستريتيف كده، عايز يفرض رأيه وقراره وسلطته، وفي الغالب الناس دي هي اللي بتبقى قريبة لحتة النرجسية. يعني تقول يعني من بعيد كده ده الأنا يعني تلاقي دايما بيفرض سلطة الأنا. تمام ده أول واحد، ده أول كاركتر. تمام. تاني بيرسونا عندنا هي الشخصية المؤثرة، سواء على فكرة تأثير إيجابي أو سلبي. يعني إيه شخصية مؤثرة أصلا؟ يعني هتلاقي بيمتاز بإيه الشخصية دي؟ بتمتاز دايما بالظهور. يعني إيه عايز يظهر؟ برضو نشرحها بموقف. يعني بيحب دايما يقول أنا هنا، السبوت لايت دايما يبقى عليه.
يعني دايما يحب يشارك برايه. تمام. هو الفرق ما بين الاثنين على فكره كل الشخصيات هتلاقيها متقاربه من بعض، بس في فروقات بسيطه تحددها لك. يعني الشخص المتحكم انا ثم الباقي، تمام. يعني هو يعني انا قلت لو اخذ القرار ده يبقى هو ده القرار، احنا هنروح الحته الفلانيه بس. تمام. أيوة. الشخصيه الانفلونسنج او المؤثره دي دايما تلاقيه بيشارك. يعني ناكل ايه تلاقيه بيقول لك مثلا ممكن ناكل شاورما، هيديك رايه مش مهم الراي ده يمشي بالظبط، تمام. بس هيكون هو يشارك في الحديث برايه، يعني مش اللي هو يبقى قاعد ساكت، لا انا ممكن اعمل كذا. وفوق ان هو يشارك برايه وممكن يحاول يقنعك. على فكره احنا كلنا امبارح لحمه واول امبارح سمك، فالنهارده ممكن ناكل فراخ، وعلى فكره بقى الشاورما السوري عند المحل الفلاني ده، فاهم، تلاقيه بيبيع لك الحاجه، تمام. فده الشخصيه المؤثره. ده الثاني وتغلب خلينا نقول كل شخصيه تغلب عليها، يعني نمثل لها شخص. يعني دايما الرؤساء في الغالب هتلاقيهم ديمونستريتيف، ناس شخصيات متحكمه يعني، تمام، او متسلطه. افضل مثال ممكن نقوله هتلر، تمام. في متحكمين كويسين على فكره، يعني ابراهام لينكولن مثلا، تمام، ده ديمونستريتيف جدا بس قاد امريكا لحته تانية خالص. انفلونسنج على فكره في برضو شخصيات مؤثره بتبقى حكام، شبه واشنطن، جورج واشنطن الاول، تمام. ده شخصيه انفلونسنج مش ديمونستريتيف اصلا، شخص مؤثر بيحاول يقنع، هتلاقي شورى حواليه، فاهم، مجلس. سيدنا محمد شخصيه مؤثره جدا، مش ديمونستريتيف خالص. عمره ما هتلاقي موقف في حياته كان بيقول هو ده اللي هيحصل، لازم يقنع اللي حواليه. حتى في كلامه عن ربنا بيقنع الناس، صح، تمام. وكل الانبياء كده على فكره، مش هتلاقيهم متسلطين يعني. الشخصيه الثالثه هي الشخصيه العاطفه اللي يغلب عليها الامباثي، العاطفه، تمام. هتلاقي قراراته دايما نبع عن احساسه. هتلاقيه دايما بيتكلم لما يكون داخل في حاجه كده يقول لك انا حاسس، احساسه دايما سيء. قابل واحد يقول لك انا ارتحت له، يقابل واحد تاني الواد ده انا مش حاسه. فدايما في مشاعر في كلامه، تمام. في لبناني، فاهم، يعني تحسه كله على بقى لبناني، فاهم، والله تقبرني مش عارف، فاهم كده يعني. شخصيه جميله جدا، يعني شخصيه فعلا يعني اليمين فيها حلوه قوي والشمال فيها وحش قوي، يعني مؤذي بغباء. يعني لما بيأذي بيبقى يعني اكتر حد تخاف من اذاه الشخص المؤذي العاطفي ده، بيعور. يعني عارف، هو عنده الشعور ينقسم لحاجتين، بحبه وبكره، فاهمني، مفيش في النص، ما عندوش في النص حاجه، ما عندوش نيوتر. فلما بيجي يورد شعوره ده لحاجه معينه هيديله حاجه من الاثنين، يا حاجات يا ابيض يا اسود، يا ابيض يا اسود، يا حاجات في الحب قوي، يا حاجات في الكره قوي، سودة قوي، تمام. تلاقيه داخل مثلا متارجت ان هو يرفض واحد من الشغل، ما فيش غير يعني هرفده، فاهمني. يا اما تلاقيه داخل اول ما يجي الموظف تلاقيه بيستقبله، يعني هو ده اليمين بتاعه، يستقبله كده ويحسسه ان في انفايرمنت هنا في الشغل ما فيش زيها في حته تانية، مع ان شركته تحت السلم، بس انت اشتغلت في احسن مكان خلقه ربنا، تمام. أسوأ شخصيه تديرك، يعني أسوأ مدير شركه في الحياه العاطفي، ما ينفعش، لان قراراته دايما هوائيه بحت، تمام. لانها مبنيه على احساسه، هو حاسس ان الموظف ده خايف على الشركه، بحبه، فده ابن الشركه. انا حاسس ان الموظف ده بيلعب ضدنا، فده عميل خاين جايبينه شركه تانية شغال عندنا كده، برضه ابيض يا اسود. يعني هتلاقيه دايما قراره حاسم، تمام. بس الحاسم ده على فكره، يعني هو القرار اما بياخده بيبقى حاسم، بس عشان ياخده بيتاثر بيه في 3 ثواني، يعني بياخد قراره في 3 ثواني. اللي هو الحاسم ده بياخده 3، لان هو هيقول كلمه هيتبنى عليها حياه البني ادم اللي واقف قدامه. انت هتشتغل معانا وهتمشي، تمام. فهتشتغل او هتمشي، دي المفروض ان هي نابعه عن دراسات معينه، عن اناليسيز معينه. لا، هو عنده انت خاين عميل، فخلاص هوقدك دلوقتي، تمام. الشخصيه الاحب الى قلبي بقى، الشخصيه الليسن، المستمعه، تمام. يرمز لها بحرف السي، من الكومفورتابيلتي كده، فاهم يعني حاجه كده، انت كومفورت وانت بتتكلم عنه، وانت بتتكلم معاه، وانت بتسمع منه،
حاجه مريحه، غباء الراحه، فاهم؟ الناس دي دايما يعني ما بيتكلموش، يعني كلامهم اقل من اي حاجه في الدنيا، فعله بيسبق كلمته اصلا. يعني تلاقيه يقعد في قعده تسمع له 4 كلمات. انت نسمه يا ابني، انت ايه؟ والله انت ايه بجد؟ انا عايز اعرف. انت الهوا بيعدي جنبك بيقول الله، بياخدك بالحضن، فاهمني؟ تقول له مثلا هو بيديك كلمه يشغلك ويسمع، بس هو يرمي لك طرف الخيط، يستناك تسحب البكره، خلصت البكره الله، ممكن يديك بقى رايه ساعتها. بس انت ايه؟ انت جميل. يعني دول هتلاقيهم دايما في الاطباء، لان الطبيب بيكون شخصيته. يمكن انا بتكلم معاك انت طبيب، يمكن تأيدني او تعارضني في حاجه زي دي. انت مهما كانت شخصيتك، انت ديمونستريتيف، انفلونسر، فيلرز، ايا كان انت ايه، تمام؟ بتخش كليه طب، بتتعلم انك لازم تسمع النظري قوي، تفهم النظري، فبتسمع كتير للدكتور. مش كل الدكاتره بس يعني، وبعد ما بتسمع 70%. وبعد ما بتسمع كمان انت بتستنى، يعني علشان تحط رايك بتستنى تطبقه، يعني تاخد النظريه وتطبقها، فيتعلل لك السببيه للحاجه اللي بتحصل، فيطلع لك في الاخر كده. يدخل لك البيشنت، انت اتعلمت تسمع بس، يدخل لك البيشنت تقول له ايه الاخبار، عامل ايه؟ الحمد لله تمام. لا انا تعبان. حبيبي حاسس بايه؟ تقعد تسمع بقى. ما انت اصلا كون ان بطنه وجعاه، ما واحد يقول لك بطني وجعاني يا دكتور، انت مش ده المرض. انت عايز تعرف بطنه وجعاه بسبب ايه؟ انت عايز تسمع كل حاجه حصلت له تسبب له فانت بتقعد مرضه ايه، ترمي له خيوط عشان تسمع منه، ترمي طرف خيط لكل حاجه بقى. والله لو قولونه هيبقى مش عارف اكل ايه، اساله عن الاكل. فلو قال لي اكلت كذا يبقى ده وجع له القولون، فالقولون وجعه. المعده هتقول له انت مش عارف عملت ايه، صح. يقول لك او لا، يسمع منك الحاجه قصدك من كل الجوانب قبل ما ياخد قبل ما يديك الرد. ما بيسمعش اكيد. لا، في دكتور نفساني في الكوكب ما بيسمعش. بيتكلم كم مره في الجلسه؟ دي شغلته. بيتكلم كم مره في الجلسه؟ هم تلاقيهم ما كملش 10 كلمات. طب هل بقى كل الدكاتره النفسيين كانوا مستمعين اصلا؟ لا، هو اتعلم ده هو بيخش طب بيطلع منها حاجه ثانيه. هو دايما على فكره الكليه بتؤثر في شخصياتنا جدا جدا. دي حقيقة. تمام، يعني بتاع تجاره هيطلع حاجه من الاثنين. يعني هو بتاع تجاره لازم هيطلع حاجه من الاثنين، ملهوش ثالث رابع، فاهم؟ هياخد شخصيه من الاثنين، تمام؟ مش هيبقى ليسنر، ما عندوش، مش موجوده في حياته، تمام؟ هو هيبقى انفلونسر، يا هيبقى ديمونستريتيف. يعني هو يا مؤثر يا بياخد قرار. ما فيش اوبشن بقى ان هو بيبني على مشاعره، ما عندوش، وعنده شويه ارقام بيترجمها، تمام؟ يسمع؟ لا، ما يسمعش. طيب الكلام ده حلو. احنا كده قسمنا، انت قسمت لي الشخصيات عامه ل4، بس برضو ما قلتليش انا كشخص ازاي اقدر يعني ايه اصنف الصحاب او اصنف الدايره اللي انا فيها، مين الصاحب بجد، صاحب قريب، مين الصاحب قاعده. يعني انت في وجهة نظرك ازاي ممكن واحد يبدأ يكاتيجورايز الدايرة اللي حواليه؟ حلو قوي. ما هو ده السبب اللي خلاني اقول لك احنا لازم نفهم شخصيات الناس. بعد ما افهم شخصيات الناس ابدأ اقارن افعالهم بطبيعة شخصيتهم، تمام؟ لو مخالفة يبقى ده راجل بيصطنع حاجة، يبقى انا لسه ما عرفتوش، يبقى لازم احرص منه، او لازم ما ادلوش 100% او 100% من الراحه، او بمعنى صح ما استناش منه حاجه حد مفهومه كامل بالظبط. يعني لغايه ما تفهمه، يعني قصدي ان انت ما تتوقعش منه حاجه، او ما تتسرعش في الحكم عليه يعني. بالظبط كده، تمام؟ لان في الغالب على فكره كل الناس الوحشين في حياتنا هم حلوين في حياه ناس تانية يا جماعه. يعني مفيش حد اتخلق في الكوكب. فرعون اللي قال له نفسه انا ربكم الاعلى، خلاص، فاهم؟ في حاجه اكتر من كده؟ فرعون ده كان بالنسبه لناس تانية كويس، هامان، هارون، مش عارف، فاهمني؟ يعني دايما نحاول ان احنا نلمس
الشخصيه او الكاركتر من جوه، نفهمه كامل، وبعدين نبدا نشوف ازاي نطلب منه. كل شخصيه تقدر تساعدك، كل شخصيه لو انت محتاج مساعده من حد، كل شخصيه في الاربعه دول يقدروا يساعدوك، بس انا لازم افهم الشخصيه. كل واحد هيساعدك بطريقه. تمام. لو انا فهمت شخصيته هخليه يساعدني صح، ولازم اعرف جوانبه المحيطه. يعني لازم اعرف السورس اوف انكم بتاعه ايه. لو انا عايز اطلب منه مساعده ماديه لازم اعرف ان هو مدخر، يعني لازم يكون معاه فلوس عشان اطلب منه المساعده. ما اروحش اطلب من واحد انا عارف ان هو، يعني مثلا واحد ساب الشغل تمام واللي معاه 3 اكس تمام، اروح انا اطلب منه ما يساوي 2 اكس من اللي معاه، وهو المفروض يعيش بال3 اكس دول الى الله اعلم. يعني فاهمني؟ فلو قال لي لا فانا لازم اعذره. لو قال لي مش هقدر، انا لازم اكونسيدر ان هو الراجل مش ما عندوش سورس اوف انكم تمام. يعني هو لو هيديني ما انت اكيد لو انت عارف ان هو ساب الشغل وقت انا اللي اهبل يعني فاهم ان انت رحت طب دي في حاجه غلط يعني. بالظبط. ما اروحش الواحد اللي جاي قد اللي رايح وانا عارف ان هو مش شايل فلوس واقول له والله انا محتاج فلوس. طب ايه اديك مرتبي يعني؟ ولا مش فاهم. اديك مرتبي اللي انت اصلا عارف ان هو ما بيكفينيش، مش عارف. فاهمني؟ فلازم يا جماعه السؤال يبقى على قدر الاستطاعه، انا عارف هل هو مستطيع ولا لا. ولما اسال في حاجه معينه ابقى حاطط كل فرضياتي، يعني ابقى مديله المساحه ان هو يرفض. تمام. انا ممكن اروح اسال واحد لو انا محتاج فلوس، ممكن اروح اسال واحد انا عارف ان هو ما معهوش بس عارف ان هو هيحل لي. تمام. فده حسب معرفتي بالشخص اللي قدامي وجوانبه المحيطه ايه، يعني عرفت شخصيته كامله وعرفت هو بيمد لفين في المساعده. واحنا برضو لازم يعني في حته فينا، يعني احنا كمجتمع شرقي او العرب عامه لازم نتقبل فكره واللا. يعني انا لو رحت طلبت من شخص وهو قال لي لا احترم فانا ده. لازم احترم ده، يعني احترم ان هو كان صريح معايا قال لي انا والله مش هعرف اساعدك عشان انا مش قادر مثلا اساعدك دلوقتي، انا ما عنديش المقدره ان انا اساعدك. فانت لازم تتقبل برضو فكره التقبل دي، احنا يعني مش عندنا شويه، عشان احنا دايما بنحكم اللي هو ده ساعدني فده كويس، ده ما ساعدنيش لا ده وحش. هو الطبع البشري كده. يعني انا لازم فاهم، احنا نعدل سلوكنا قبل ما نستنى غيرنا يعدل سلوكنا. بس احنا عندنا الحته دي زياده شويه. احنا عندنا فكره ان واحد ما ساعدنيش او مثلا انا طلبت منه حاجه ولو صغيره وما عملهاش، دايما بناخدها بالسلب، ما بنديلوش عذره. فاهم؟ يعني ابسط مثال، انت ممكن احنا عندنا يعني هنا في مصر يعني او في الوطن العربي عامه، يعني ما اعرفش في اكيد في حاجات زي دي يعني في الوطن، بس احنا في مصر انت لو كلمت اقلها، يعني انت لو كلمت واحد صاحبك وقلت له يلا بينا ننزل، هو قال لك لا هتزعل منه. بالظبط. ده مجرد النزول ما بقاش صاحب، بقى غدر الصحاب. بالظبط، اللي هو مش مؤامره كونيه حاصله عليها عشان ما تنزلش معاه، بس انت ممكن فعلا تزعل منه ان هو انت ازاي ما نزلتش معاه. بالظبط. بحيث ان هو انا قلت لك يعني انا مبرر ان انا ما نزلتش معاك عشان انا ورايا مثلا حاجه بكره، يعني انا مثلا جدولي مثلا بكره انا لازم اصحى بدري عشان انا مثلا لازم اعمل حاجه قبل الشغل. انا نظامي ان انا بتمرن قبل الشغل وانزل، انا عندي شغل بدري، انا بكره عندي حاجه معينه فانا مش هقدر انزل النهارده عشان عندي عندي حاجه بكره. يعني ده ابسط حاجه، يعني اصغر حاجه ممكن تتقال. يعني في كل بقى اللي احنا بنتكلم عليه ده ولا يشغلني يا هشام. بيشغلني حاجتين: الناس الابيوزرز، والله ما بهزر، بالظبط تمام، اللي هم الابيوزرز دول اللي هم محتكرين شخصيتك. يعني هو بيحتكرك، يعني هو صاحبك فاحتكرك بقى، احتكرك في النزول، احتكرك في يعني وقتك مش بتاعك خلاص، يعني انا صاحبك فانت وقتك بتاعي. لا مفيش الكلام ده. نزول في مساعده ده في كل ده اصعب حاجه في الكون كله بالنسبه لي. تمام. يعني انا مراتي لو عملت ده هطلقها. فاهمني؟ انا لا مش هقدر اعيش. فاهم؟ ده افجر توكسيكتي في الحياه. فاهم؟ ما ينفعش. والحاجه الثانيه الصاحب المؤذي. في صاحب مؤذي يا جماعه قوي قوي بغباء، يعني مش بس الاذى النفسي، في صاحب بيحب ان هو يأذي، معرفش ليه. يعني هو تلاقيه دايما داخل شله يفرقها. ليه يا ابني؟ يعني يخش
على فكره انا شايفك الواد ده انت مقدره وحاطه في مكانه مش بتاعته. ليه يا ابني؟ على فكره ده بيقول عليك وبيعيد عليك وبيزيد عليك. وانت بقى ايه؟ انت ورزقك بقى لو انت شخص من الناس اللي بتسمع احيه خلاص صاحبك ده هتنساه فعلا هتاخده وتبني قرار مع نفسك. بالظبط. يروح للتاني بعد ما يقول لك ان هو مش عارف ايه وفيه ايه وعليه وبيه ايه، تمام؟ ممكن يروح يقول له انا قلت له وقال لي ده عمل وعمل وعمل. طب انت في ايه يا ابني؟ والله لا، في على شخصيات في ناس تعمل كده وتبقى انت مش فاهم هو عايز يوصل لايه يعني. أيوة. انت بعد ما عملت ده ايه وجه الاستفاده انك عملت كده؟ وكويس ان انت قلت لي حاجه يعني فتحت الموضوع ده، عشان برضو يعني الناس برضو لازم تبقى فاهمه يعني قبل ما تبني قرارك على حاجه لازم تاخد بالاسباب. يعني تقعد ايا كان ده صاحبك ولا مشكله ولا ايا كان، تبدا تعرف ليه حصلت، تبدا تسال. عندك مشكله مع شخص سمعتها من واحد، ما تاخدش قرار عليه، روح واجهه، خليك شجاع وروح واجه فعلا. قول له انا سمعت 1 2 وصل لي 1 2 3، اسمع منه. ممكن يكون هو اصلا كلامه حاجه تانية خالص. انت تعرف ان بس السؤال ده مجرد ان هو يتاكد هيعرفوا ان ده تعبان داخل ما بينهم بالظبط، وهيتنطر الشخص اللي هو داخل يخرب العلاقه بالظبط. يعني الوضوح والشجاعه. احنا بص من الاخر يا هشام، طول ما احنا بنرجع يعني بناخد اي حاجه وحشه ونحاول نعمل الصح فيها، هتلاقي دايما الحياه بتتصلح. اكيد. ما بين اي اتنين، ما بين اي صاحبين، زوجين، عيله. على فكره الموضوع اللي احنا بنتكلم فيه ده سلوك بشري، مش بس في الصحاب. انت ممكن تلاقي ده عمك بيفرق ما بين اخواته اللي هم عمامك التانية وابوك، ممكن تلاقي ده اخوك، ممكن يعني فاهمني. مشروع ان انت حد يبقى صفاته وحشه ودي كل ده بيتصلح. هو الشخص محتاج يدرك ان هو بيغلط ويبقى عايز يغير ده. وفي ساعات يعني انا مش عارف ده بيبقى ازاي. الشخص يعني الشخص السيء ده مش بيبقى عارف ان هو سيء يعني. والله ده 90% مش بيبقى مدرك اللي انت بتعمله ده حبيبي مش كويس. يعني انت كده انت مش بتحاول تصلح ولا بتحاول انك انت تفوق اللي قدامك، بالعكس. في معلومه عندنا في تعديل السلوك او قاعده كده بتقول لك ادراك العجز تمام في الشخصيه، ان الشخص اصلا يعرف ان هو عنده عجز او عنده قصور في شخصيته او عنده غلطات في شخصيته، ده 70% مش 50%، 70% من انه صغير. يعني عشان اعدل سلوك بني ادم، مثلا طفل عنده تاخر في الادراك، تمام، عنده توحد، مجرد ان انا اخليه يرضى عن نفسه ويقبل ان شخصيته او كاركتره في عيب خلقي بسيط، طبعا ده باسلوب ما ينفعش اروح اقول له انت وحش. أكيد. لا ده هو اصلا يعني هو من التنمر اللي حصل عليه في حياته هو انطوائي، فاهمني. انا لازم اروح احببه في شخصيته اللي هي لوحدها، تمام، بس اخليه يدرك ان هو بيبقى عنده شويه صفات لازم يغيرها. عنده في سلوكه اضطرابات، تمام، وده طفل صغير، ده اصعب من الكبير. تمام. مجرد ادراكه بس للحته دي وهيبدا يتقبل اللي هو طب اعدل ده ازاي. مجرد ما يسال نفسه اعدل ده ازاي ويظهر عليه هو اتعالج. بالظبط. انا كده ازاي ابدا احسنها؟ ازاي تبدا تحسن من شخصيه اللي قدامك لو هو وحش؟ اولا انك تكون صاحب جدع، دي اول حاجه. انت متخيل يعني هو شخص وحش قدامك، تمام، بس انتوا صحاب وانت ادركت ان هو وحش وعنده حاجات وحشه، تمام، بدل ما ننطره بره الشله ابدا اقنع الشله كلها ان ده عنده مشكله. يا جماعه احنا كاصحاب لازم نحاول ان احنا نقف معاه ونصلح منه. فنبدا ننبذ قدامه، ما نروحش نقول له احنا عايزينه يدرك ان هو بيغلط، ما اروحش اقول له انت بتغلط، المواجهه هنا غلط. ده كاني بروح اقول للمتوحد انت بتقعد لوحدك. بالظبط. تمام. لكن اروح انبذ قدامه ان فلان، نخترع قصه ما بيننا وما بين بعض، نحاسب بعض في حاجات مش موجوده اصلا. اجي لهشام هو بيوقع ما بين 2، اجي لهشام
اقول له هشام انت جيت قلت لي على احمد كذا، على فكره ده ما حصلش. فتقول لي ايه ده والله معلش انا اسف، تبدا تعتذر ان انت عملت حاجه غلط. فيدرك ان اللي هو عمله مش جريمه، ان لما اتقطع عليه لان اتقطع على حد غيره بيعمل نفس الحركه وتحاسب عادي واعتذر فسامحوه، فيبدا يدرك ان في مساحه لفرصه تانية. تمام. فهيبدا لو ما غيرش من نفسه واحده واحده هيبدا يستنى عتابكوا ليه. بالظبط. فاهمني؟ وده اول حاجه، ان انا اخليه يعرف ان ده غلط. انا بقول له الفعل اللي انت عملته ده غلط بصوره غير مباشره. تمام. وانا مش معرفه ان انا عرفت، انا عرفت ان انا عرفت عن غيره نفس الحاجه الغلط اللي هو عملها. واحد بيسرق، شوف واصله لايه، بيسرق، اجي اقعد معاه وواحد فيكم يقبل بقى. هي الفكره في حاجه ان واحد فيكم يوطي راسه. فاهمني؟ اللي بيوطي راسه ده جدع قوي، يعني جدع بدرجه عاليه. تمام. انه قبل ان هو مثلا انا قدامي صاحبي بيسرق مثلا او ايده طويله، فهروح اقول هقبل انا مثلا ان انتوا تقولوا لي عشري انت اخدت مني امبارح فلوس من غير ما تقول لي صح، فانا ارد عليه واقول له صح، حتى لو على سبيل الهزار يعني. فهو مش على سبيل الهزار، تاخدوها بجديه مطلقه. تمام. انت اخدت مني فلوس امبارح يا عشري من غير ما تقول لي صح، فانا اطلع امين، فبقى انا حرامي بس صادق. فاهمني؟ فاقول لك اصل انا كنت محتاجها ومكسوف منك. تمام. فتقول لي يا ابني عادي، قول لي ايه اللي فيها، انا فلوسي وفلوسك واحد. فالتاني لما يحتاج ما يروحش يسرق، يجي يقول. فاهمين الفكره؟ الموضوع بسيط، نحاول نغير في بعض، لان يا جماعه الطبيعي ان البني ادم يغلط. لو انتوا باقيين على بعض صلحوا من بعض، لكن لو انتوا بقى مش باقيين على بعض والكائن ده انتوا مش قابلينه ما بينكم، اطردوه عادي جدا، مش عيب. يعني انا مخير ان انا اخد ثواب على ان انا اكون صاحب خير وانطح على غيري زي ما بيقولوا. صح. تمام. اللي فيا من صفات يصيب غيري، ابقى انا حامل المسك اللي يصيب صاحبه بريحه حلوه. تمام. ما بقاش نافخ الكير اللي بيولع في الفكره كلها ان انت برضو في الاول في الاخر ان انت يعني خلينا متفقين ان انت بعد ما توصل لمرحله في حياتك بيبقى عندك 2 3 4 اللي بيبقى عنده 5 ده ربنا بيحبه من الصحاب اللي بجد. فانت الفكره كلها ان احنا بنبقى عايزين تبقى تقعد قاعده زي ما تقول صافيه كده، بنفيد بعض، قاعدين ننبسط، احنا قاعدين بعد هم اليوم كله قاعدين بننبسط مع بعض، مش قاعدين بنقرف بعض زي ما بنقول. فان انا اساعد حد او ان انا يكون عنده حاجه انا شايفها عيب ونقعد نحاول نساعده بيها حتى لو بكلمه، مش عيب. يعني انا عندي عيوب في شخصيتي، انت ممكن يبقى عندك عيوب في شخصيتك، كلنا عندنا عيوب، ولازم نعترف من الاخطاء. وبالظبط، ولازم نعترف بيها عادي يعني. ده الانسان يعني. انا عايز في اقول الحلو وفي الوحش. عايز اقول لك انا عندي دليل واقعي كمان في حته ان الصحاب يقدروا يغيروا في بعض للاحسن او للوحش عادي. تمام. احنا كنا اصحاب سوء في بعض، يعني شويه صحاب بيدلوا بعض على الغلط. تمام. شله من الشله اللي انا فيها، انت عارف انا اصحابي كتير قوي وكل كذا شله، فاهم؟ اسيب دول اطلع على دول كده يعني. فعندي شله معينه احنا في الاول شباب بقى طايش انت عارف، ودخان ومش عارف ايه وكل الكلام ده، ونهزر مع بعض بشتيمه والفاظ عادي. شاب مصري يعني، فاهم؟ طفل مصري بيكبر، فاهم؟ عادي جدا. بدأنا احنا بنقعد مع بعض وشكلنا لازم يبقى كويس، وبدأنا نلبس بعض صح اللبس. طب احنا بنقعد وبنتطاول على بعض بالكلام. تمام. فبدأنا نوجه بعض ان يا جماعه احنا بدأنا نكبر. والله عندنا واحد صاحبنا قال لنا يا جماعه احنا كبرنا، وبقينا بنقعد في اماكن فيها ناس كبيره، وساعات الناس دي بتبص لنا بصه مش حلوه، فنحاول بس نركز في الصوت، بلاش الفاظ. فاهمني؟ واحده واحده بقينا نشجع بعض. فينا ناس شغاله ويتر وباريستا ومش عارف، واللي شغال في مطعم كده تحت بير السلم، فاللي شغال في مطعم دلوقتي شغال في يعني. بدأنا واحده واحده، طب ما تروح تشوف مكان كبير. تمام. واللي شغال في قهوه طب ما تحاول تتعلم حاجه ديجيتال، فدلوقتي بقى عنده شركه. فاهمني؟
لا ده اللي كان شغال في الشاش، واللي شغال ويتر في كافيهات دلوقتي بقى ارت دايركتور مش جرافيك ديزاينر. ان فاهمني؟ شاء الله. والتالت اللي ما كانش ليه اي لازمه بينزل يلعب معانا بقى ما شاء الله الله اكبر كونتنت كريتور كبير فشخ. فاهم؟ احنا بدانا نشوف ما بنقولش لحد انت وحش يعني. واو بقول لك المجال ده فيه فلوس بجد، المجال ده اللي جاي، احنا نحاول نتعلم الاسكيلات دي، عندنا 5-6 حاجات ممكن نعرفها. فاهمني؟ بدانا ندعم بعض ونكبر بعض لحد ما كلنا دلوقتي الحمد لله يعني فينا شيف مدير مطعم في السعوديه، وانا في دبي ماسك اداره ماركتنج لشركه، وباسل عنده شركه تجاره الكترونيه. تمام؟ في مصر فاتح شركه تجاره الكترونيه في مصر بيبيع للسعوديه والامارات وامريكا ان شاء الله، وهو قاعد في مصر. وشركه موظفينها ودنيتها. عمر كونتنت كريتور كبير، عمرو في السعوديه، وعايز ارت دايركتور في شركه مجموعه صيدليات في المجال الطبي، وفريلانسر لاكتر من براند من البراندات الثقيله. فاحنا عملنا ده مع بعض، بدأناها باننا بنلبس ازاي يا جماعه يعني، والله ما بهزر. تمام؟ ونسيت 1 نسيت 2 نسيت 3، الشله كبيره مش صغيره. تمام؟ احنا اقول لك ايه بس، فانت لو مش دورك افكتيف في ما بينك وما بين صحابك ما بتعملش حاجه. يعني طبيعي ان الشله تبقى توكسيك، طبيعي. من الاخر احنا لو ما قاومناش سلوك بعض كلنا سلوكنا هيفسد. هي كده، هي قاعده. والله انا مبسوط من اللي احنا بنقوله عشان فعلا هو كلام مهم، حتى يعني لو ما تارجتناش حاجات معينه بس احنا بنتكلم على الحاجات اللي بتحصل كل يوم. يعني هي دي حياتنا احنا بالذات، احنا كمصريين احنا الحياه عباره عن شله على فكره. بالظبط. وعلى فكره مش احنا بس، يعني في كل حته في الوطن العربي احنا كشعب كده بنحب دايما التجمعات والجروب وننزل ونعمل بس بيبقى دايما ناقصنا فكره ان هو احنا بنحكم ساعات بدري قوي، ساعات ما بنتقبلش فكره ان واحد ما ساعدنيش وانت مش عارف السبب ليه، ممكن يكون هو مش قادر. فمهم جدا انك انت برضو تفهم اللي قدامك زي ما انت قلت، يعني تفهم من الشخص اللي قدامك ده شخصيته عامله ازاي، هو هينفعني اصلا ولا لا، هينفع يبقى صاحبي اصلا ولا لا. عشان في ناس كتير بيبقى الجروب ده مش جروب، يعني الناس اللي انت قاعد معاهم دول مش شبهك، يعني مش شبهك امشي. هو مش يعني بجد هو مش بيبقى عارف ده، هو بيبقى عايز لما وهو من دول الناس اللي يعرفه. دور على غيرهم حبيبي هتلاقي. ما احنا قاعدين، ما هو ده اللي احنا بنتكلم فيه، فاهم؟ فعشان كده مهم جدا ان انت برضو تنقي صحابك او تبقى عارف انت قاعد مع مين، وتبقى عارف مين اللي هينفعك ومين مش هينفعك، مين اللي هيضرك مين اللي هيأبيوزك. اديك الخلطه السريه. اتفضل. هقولك صحابك لازم يبقوا منك وشبهك. معارفك لازم تكون اعلى منك، اكبر منك سن، اكثر منك خبره في الميدان العملي، اكثر منك علاقات، لان دول اللي هيساعدوك انك تتقدم لقدام، او دول التارجت الاوبجيكتيف اللي قدامك اللي انت عايز توصله. تمام؟ فاختار صحابك واختار معارفك، وفي فرق كبير قوي ما بين الاثنين، ويمكن دلوقتي انت فهمت الجاب ما بينهم. معارفك اعلى منك يا هشام. تمام؟ اما صحابك شبهك ما ينفعش ما يكونوش شبهك، لو اقل منك سيبهم ويمشي. اكيد طبعا. اقل منك فكريا، انا ما بتكلمش على ماديا. ما احنا كده ما لناش اي علاقه يعني حتى اللي اعلى منك او معارفك دول مش بالضروره يكونوا اعلى منك ماديا، لكن بالضروره يكونوا اعلى منك فكريا وخبرات وكل وعلاقات والدنيا اللي انت هتبص له تستفيد منه حاجه، تستفيد منه بكلمه، تستفيد بالزبط. منه بفكر، تستفيد منه هو بيفكر ازاي، وده مهم جدا الحقيقه. انا شايف ان احنا وصلنا لحته حلوه في الحلقه بجد. الحلقه دي انا بجد اتمنى الناس تسمع الحلقه دي بالذات في البودكاست اللي احنا عملناها دي كلها. يعني دي حقيقي اهم حلقه احنا عملناها بالنسبه لي.
واتمنى برضو من الناس ان هي فعلا تسيب لنا رايها، وتسيب لنا المواقف، ايه المواقف اللي يعني واجهتها، وازاي هل هي عندهم ناس صحاب دايره كويسه، دايره لوها توكسيك فمشوا منها عشان حسوا ان هم بيزقوهم لورا، وان ان مش شبههم، وان هم كانوا محتاجين ان هم يشوفوا ناس يحسوا ان هم فعلا في وسطهم دول صحاب، يعني هو ناس زي ما انت تقول شبهه. بالظبط. فاهم؟ فانا فعلا يعني زي ما تقول ايه، I'm excited ان انا استنى رد الناس وتفاعلها معانا. ويا جماعه ما تنسوش تعملوا لنا كومنت، يعني يا ريت والله نفسنا في كومنت يا جماعه، كومنت واحد كده. انتوا بتعملوا كل حاجه، بتعملوا سبسكرايبز وبتعملوا لايكس وبتتفرجوا على الحلقه، والريتنشن حلو، والديوريشن بتاع الفيو بتاع السيشن بتاع كل واحد فيكم حلو. دي انسايتس ما حدش بيقولها في الحياه، فاهم؟ بس انا منكم، يعني انا صاحبكم منكم، شبهكم، تمام؟ انا مش من المعارف، والله شبهكم، وجهونا يا جماعه. خلاص انا هعيط يا شيخ. خلاص اتعيطش. فيا جماعه بجد شكرا قوي اللي سمعنا لغايه دلوقتي. معلش طولنا عليكم شويه زياده المره دي، بس احنا مستنيين الكومنتات بتاعتكم تاني ولايكاتكم، وهنرجع لكم تاني في حلقه احلى واحلى من اللي احنا بنتكلم فيه. استنونا حلقه جديده من بودكاست على الطريق. معاكم هشام المره دي وعشري، وده بودكاست على الطريق. والسلام عليكم. وعليكم السلام، عشان هم مش هيقولوا عليكم السلام.